ازاي علبة سحلب ب110 جنيه وعلبة تانية ب20 جنيه؟ ليه؟ يعني ليه فرق السعر الرهيب ده؟ عشان كده النهارده هنعمل مقارنة أحسن سحلب في مصر. يلا بينا. رجب العطار 400 جرام ب105 جنيه. دريم 100 جرام ب19 جنيه. ايه الفرق ده؟ أبو عوف 200 جرام ب74 جنيه. حاج عرفة 200 جرام ب50 جنيه. أسعار متفاوتة يعني بص احنا ممكن نرتبهم كده من الأرخص للأغلى. فيلا بينا، هنعملهم بلبن طبعا، مش هنعملهم بميه، وهندوق ونشوف الدنيا. وعايز اقول لك ان انا هعمل فيديو طريقه السحلب في البيت. فهنفتح واحد واحد نشوف العبوه نفسها جواها ايه، لان المفروض انا جايب كله بالمكسرات. وين المكسرات؟ اكيد سمسم بس. عارفه لا، الترتيب في كيس اهو، في كيس. كويس. ده كيس مكسرات. اه، ده كيس حاجه تانية. كيس ايه؟ حاجه تانية يكونوا بيهربوها. ماشي، نخش على ابو عوف. يعني ده اللي انا اعرفه. يعني مثلا يبقى كيس تفضيه انت، بحيث ان المكسرات لو انت مش عايز. يعني ده سوداني. ايه ده ايه ده ايه التقليده دي؟ سوداني وجوز هند وزبيب. هي دي مبدئيا مش مكسرات، يعني انتوا حاطين هنا بندق وفستق ولوزدق وبوزدق. بص. فلا يعني مش دي المكسرات انا كنت منتظرها. بروف. وريني مكتوب عليه. ده برضو الكيس. بص كده مصور. الكيس على طول فيه البودر، وفي كيس مكسرات. هو ده يا جدعان؟ ده ايه ده يا جدعان ده؟ نشا. لا جوز هند وزبيب وسوداني. دي مكسرات السحلب. اخر واحد دريم وارخصهم 100 جرام، بس هو 100 جرام برضو قليلين يعني، بس 200 جرام اكتر من الضعف. فده الكيس اهو. ده واضح ان هو حاطط لك سمسم بس. فاحنا بص، احنا في كل واحد هناخد معلقتين بالظبط بودر السحلب على كوبايه لبن، عشان نبقى عارفين برضو احنا ماشيين ازاي. قوام تقيل، قوام خفيف، طعم لذيذ، طعم مش لذيذ، الكلام ده. خلصنا الاربع انواع، وعايز اقول لك انت لو تعرف انواع تاني افضل من الكلام ده قول. فلو في افضل قول لي ونعمل مقارنه تاني عادي. فاحنا خدنا كيس منهم، هنعمل مكسرات. قرب المكسرات كده. دي المكسرات بتاعته. دي المكسرات بتاعت ابو عوف. فعادي يعني. نحط هنا كمان هي كلها زي بعضها. نبدا من الارخص عشان المصور ما يزعلش. فده الشكل اهو 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 اهو. قرب بقى اشوف القوام، لان في واحد كتل مني، في قوام حلو، في قوام خفيف، مع انهم كلهم كوبايه لبن ومعلقتين بودر. قرب كده مصور. ده القوام اهو بتاع دريم. ده قوام دريم، ده حلو. ده يتشرب او يتاكل في نفس الوقت. فاحنا كده نقول بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها. تمام. هتشرب ميه بعد السخن. بنفصل، ما لازم نفصل. اعمل انا ايه بدمر نفسي وصحتي عشان المتابعين. لا ما تعملش كده. متابعيني. لا ما تعملش الا كده. متابعيني. تعالى تاني واحد، ده حاج عرف. قرب كده مصور. بص القوام. بتحس فيه سمسم. ده فيه سمسم. اول واحد برضو فيه سمسم. القوام هنا اتقل شويه. فندق. بسم الله. حلو. عمل قوام، عمل وش. ده لذيذ. ده طعم حلو قوي. ما انا بقول لك الطعم حلو والقوام حلو. القوام انت كده كده ممكن توصل له لو زودت بودر فالدنيا تتقل معاك شويه، لكن الطعم هنا لذيذ. تقدم خطوه. نفصل. بدمر صحتي عشانكم. ابو عوف. المصور بيعمل حاجه ورا الكاميرا لو شفتوها اقسم بالله. خلاص. تعالى يا مصور. قرب كده. بص بقى ده عامل ازاي. قرب يا مصور. اصل المصور بيقول القوام انت بتوصل له. ما هو ده معلقتين على برضه كوبايه ميه، على ده معلقتين على كوبايه لبن. مفيش فيه سمسم. ده ما فيهوش سمسم. لا ده فيه سمسم. ده فيه سمسم. بقول ما فيهوش سمسم. ده فيه سمسم. ده خفيف شويه فمحتاج بودر اكتر، فبالتالي تخلص الكميه بسرعه. مرفوضه. عارفه الفيديو ده؟ مقبوله. تعالوا نشوف رجب العطار، بس نفصل طبعا.
راجل العطار انا ما لقيتش فيه سمسم، يعني البودر نفسه بص ما فيهوش سمسم، فقلت يمكن الكيس اللي جوه محطوط فيه سمسم، بس هو انا قلت اساسي السحلب سمسم، لكن اكسترا مكسرات او لا دي حاجه تانية، فكان لازم يبقى فيه سمسم اعتقد يعني. فقرب كده مصور، ده اتقل واحد فيهم. بص بص، مع انه معلقتين. تحسه مهلة جامد. اه جامد ده. اتنين قدام اتنين ورا مش فارق، بس الفكره ده طعمه عالمي، عجبني قوي. فانا هدوق المصور برضو عشان ما احكمش لوحدي. هنعمل كده، هنفصل المصور ده، انا بقيت اخليه يدوق بحيث ان انا ما احكمش على حاجه لوحدي. تمام. انا بالنسبه لي بجد انا ما اعرفش مين رجب العطار ده مبدئيا واغلاهم 110 جنيه، بس هو 400 جرام فلذيذ. فانا بالنسبه لي رجب العطار حلو، بس فكره السمسم اللي مش محطوطه دي انا ما اعرفش هل دي مقصوده ولا ايه، بس بالنسبه لي هجيب شويه سمسم يا باشا في كيس واحطهم ب5 جنيه سمسم ولا حاجه، او ممكن الكيس اللي جوه يبقى فيه سمسم، انا ما اعرفش يعني ما احكمش. تمام. ابو عوف ما يعني انا كنت فاكر ان ابو عوف هيكتسح، وأنا ما جاش معايا، يعني المقارنه بتبين الفروقات البسيطه. تاني واحد يعتبر ده اللي هو حاج عرفه، فيبقى ده اول واحد، تاني واحد دريم، تالت واحد ابو عوف، رابع واحد. بس دي في المتوسط يعني عشان السعر. دريم في المتوسط ده ب 20 جنيه. بس 20 جنيه تعمل لك شويه كوبايات حلوين يعني. فالدنيا لذيذه، بس هو من غير مكسرات. فده ترتيبي من وجهه نظري المتواضعه، كله معمول باللبن، كله بنفس المقادير، معلقتين كوبايه لبن، معلقتين سكر او معلقه سكر، فالدنيا تمام. فهنعمل الطريقه في البيت، فاستنوا الفيديو الطريقه في البيت. فكك بقى من الكلام ده، احنا نعمل في البيت ونفتح مصنع ونصدر ونورد ونبهدل الدنيا. اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن بيجرب الاماكن، كان عامل مش كفوت بلوجر، انا والمصور الصغير. سلام. ده أنا كبير. سلام.